لا نفكر الآن نحن في دول مجلس التعاون بتنويع مصادر الدخل. نحن نعتمد على 93% من إنتاجنا المحلي في دولنا على النفط. إذا كنا نريد أن نقلل ذلك إلى مرحلة 80% و70% فهذا اليمن موجود، بلد خصب، بلد به جميع الذي تحلم به أي دولة في الاستثمار. يعني لماذا نذهب ونستثمر في دول بعيدة؟ قد في المستقبل يقول لا والله أنت عليك بلوك ما تدخل على قضية حقوق إنسان ولا كلام فاضي. أما اليمن فيها الميزة التي لا توجد في أي دولة أخرى، العامل البشري المتميز. عطني أي دولة في العالم وصل إليها اليمنيون ولم يقوموا بتطويرها، مو يقوموا بتطويرها. يعني امتلكوا اليمنيين لما راحوا طلعوا من حضرموت وذهبوا إلى ماليزيا، امتلكوا مو طائرات، امتلكوا مصانع طائرات. اذهب إلى كوريا ستجد لهم بصمات، اذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستجد لهم بصمات، اذهب إلى ألمانيا. أنا زرت ألمانيا قبل 6 شهور أو 7 شهور، فجلست مع في مصنع أدوية. تفاجأت بأن صاحب المصنع يمني، وبالمناسبة هذا اليمني يعني هاجر إلى اليمن من اليمن قبل 25 سنة، وليس كبير بالعمر، يعني عمره 52 سنة. يعني تخيل يمتلك مصنع، هو يقدم الوظائف للألمان ويعني يساهم في تنمية ألمانيا. هؤلاء لماذا لا نجلبهم مرة أخرى إلى اليمن ليطوروا هذه البلد الخلاق الذكي الفكري؟ المصالح الحكمة يا أخي، الحكمة إذا كانت الحكمة اليمانية، ترى الاقتصاد الخليجي أيضا يمني.